الذي نحييه بهذه المناسبة على المجهودات التي يبذلها من خلال الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية والرياضية المكثفة.
الإخوة المستشارون، الإخوة والأخوات رؤساء جمعيات المجتمع المدني بمدينة فاس بمختلف توجهاته الثقافية والاجتماعية والخيرية والرياضية، بمناسبة الذكرى 70 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تنظم الجماعة الحضرية إيمانا منها بفعالية المجتمع المدني وبقيمة العمل التشاركي الذي تسهر عليه مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، هذه التظاهرة التي سميناها يوم الأبطال. فإذا كانت 11 يناير 44 يوما لأبطال الحركة الوطنية الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل استقلال هذا الوطن وحريته، فإن أبناء هؤلاء وبنات هؤلاء يعملون ليل نهار من أجل رفعة هذا الوطن ومن أجل تقدمه في مختلف المجالات الرياضية. فهذه المناسبة التي سميناها يوم الأبطال، أبطال مدينة فاس، أبطال المجتمع المدني بمدينة فاس في مختلف الرياضات. فعندما نتصفح هذه صفحات هذه الجمعيات نجد أنها أبلت البلاء الحسن خلال سنة 2013 من خلال إحراز فرقها وأبنائها وروادها على الألقاب الدولية والألقاب الوطنية والكؤوس الوطنية وغيرها. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الحفل نريده أن يستمر وسيستمر إن شاء الله بكم كمجتمع مدني وبفعاليات هذا المجتمع وبإرادتنا في الجماعة الحضرية بمدينة فاس بقيادة الأخ العمدة الأخ أستاذ حميد شباب، الذي يعتذر لكم عن عدم حضوره معكم والذي كان بوده أن يكون بينكم في هذا الحفل المتميز، لأنه هو صاحب هذه الفكرة. ففكرة هذا اللقاء هو صاحبها وهو الذي يلح عليها كل مرة وكل حين. وأنت هذه الرغبة وهذا الطلب، ونحن نبرز قوة المجتمع المدني بمدينة فاس. فهذا هو الحوار الحقيقي، الحوار الحقيقي، الحوار الوطني مع المجتمع المدني. هو هذا، هو تكريمه، هو إبراز قدراته، هو تحقيق رغباته وطلباته. أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن أن نستعرض كل الفعاليات وكل الأنشطة التي تميزت بها الساحة الرياضية والثقافية والاجتماعية ضمن البرنامج الثقافي والاجتماعي والرياضي التي تسهر عليه الجماعة الحضرية بمدينة فاس. فتحية لكم جميعا، تحية لكل الفعاليات الرياضية ولكل رؤساء الأندية وكل رؤساء الجمعيات وكل مكاتبها على ما يبذلونه من فعل تربوي، من فعل نضالي، من فعل ثقافي واجتماعي ورياضي لفائدة أبناء وطننا، أبناء هذه المدينة الغراء، مدينة صانعة تاريخ المغرب، صانعة حدث 11 يناير 44. وأنتم صناع الأيام والأعياد التي تعرفها مدينة فاس حاضرا ومستقبلا، من كل فعاليات بالمقاطعات وكل
المجالس، مجلس الجهة ومجلس العمالة، وفي كل الفعاليات المتعاملة مع الجماعة الحضرية في إطار لجنة الأخلاقيات وغير ذلك. فتحية لكم جميعا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الشهادة راه مشات غلطة. أبلغ عدد من الفرق الرياضية الوفاء بالرياض الفاسي الذي حقق الصعود هذه السنة، ويتقدم رئيس النادي محمد السعيد، ويقدم له الهدية عبد العزيز صبحي نائب عمدة الرياض.
يقدم له الهدية الأخ عمر الإخوة أعداء أو مبتي فريق أمام المسيرة أخ سعيد عمر رئيس حزب ثقافي الاجتماعي والرياضي العلاقات الخارجية. الإخوة مبتي هيئة التهذيب الرياضي الفاسد، تهذيب الرياضي الفاسد تقريبا فريق شباب عين الجديد.
المرضى النفسانيين الأخت دور هذه. طبعا هذه من الخدمات الجديدة التي تقدمها هذه الأستاذ الدكتور عبد العزيز لرعاية الأطفال مع نتيجة
بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن عمر العمراني، رئيس قسم العلاقات الخارجية والشؤون الثقافية بالجامعة الحضرية لفاس. في الحقيقة يوم الأبطال هو مناسبة طيبة للاحتفال بالمتوجين في ذكرى غالية على المغاربة، وهي ذكرى 11 يناير التي نحتفل هذه السنة بالذكرى 70 لتقديم هذه الوثيقة التي شكلت منعطفا في العمل السياسي بالمملكة المغربية. الحفل الذي نظم هذه العشية بقاعة 11 يناير وهو اسم على مسمى، في الحقيقة هو فرصة للاحتفال بالمتوجين في العمل الثقافي والاجتماعي والخيري والرياضي، وهو نوع من الاعتراف بالجميل لأهله، يعني للمتألقين في هذه المجالات. نتمنى المزيد من التألق والمزيد من العطاء لهذه الجمعيات، ونتمنى أن تعطي أكثر لتكون في مستوى طموح الجمهور الفاسي الكريم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بمناسبة الذكرى 70 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، نظمت الجماعة الحضرية لمدينة فاس يوم الأبطال احتفاء بفعاليات المجتمع المدني في مختلف التوجهات الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، حيث كانت هذه الاحتفالية الرائعة وبحضور جميع جمعيات المجتمع المدني التي تنشط مدينة فاس في مختلف الأنشطة. هذا النشاط هو تأسيس لعمل نريد أن يكون في إطار الحوار الحقيقي للعمل التشاركي ما بين الجماعة الحضرية والمجتمع المدني. هذا النشاط كذلك يأتي تلبية لرغبة المنتخبين بمدينة فاس، وخاصة الأخ عمدة مدينة فاس الأخ حميد شباط، الذي يصر دائما على أن يكون هذا التواصل مستمر مع جمعيات المجتمع المدني. كل سنة نأخذ شكلا من أشكال التواصل، دائما كل لدينا لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني وندوات، ولكن هذا اليوم تأينا أن تكون هذه المناسبة نحتفي بأبطال المجتمع المدني في الجانب الرياضي، حيث برز لدينا في هذا اليوم مجموعة من الفعاليات الرياضية الرائعة، والذين حققوا أجمل وأطيب النتائج على المستوى الوطني والمستوى القاري والمستوى العربي والمستوى الدولي، وخاصة أن مدينة فاس تحتضن طاقات جميلة وطاقات فعالة في المجتمع المدني. كذلك على المستوى الثقافي كذلك كان تكريم لمجموعة من الفعاليات في ميدان المسرح وميدان السينما والثقافة والكتابة والشعر وفي كل المجالات، كما كان للفعل الخيري والفعل الاجتماعي دور كذلك في مدينة فاس، فكان تكريمهم ضروريا في مثل هذا اليوم. إذن هذا النشاط هذا اليوم هو تأسيس لنشاط مستقبلي إن شاء الله نتمنى أن ننجح فيه، ونتمنى أن يكون هذا النشاط قد حقق أهدافه التواصلية وأهدافه الفكرية وأهدافه الاجتماعية والرياضية، وخلقنا جوا من التلاحم والتوادد بين مختلف الجمعيات، حيث أن رؤساء الجمعيات المجتمع المدني هم الذين سهروا على تنفيذ هذا البرنامج، وهم الذين سهروا على تحقيق فقراته وتنشيط فقراته. فشكرا لهم جميعا، وشكرا لكل الفعاليات التي ساهمت في إنجاح هذه التظاهرة.